السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض صينية سمك بلطي في الفرن بالصلصة، وهنعمل رز صيادية، وهنعمل سلطة بلدي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا السمك، وابتدي ان احنا نعمله المحلول بتاعه عشان خاطر يعين الزفاره من السمك. ابتدي انزل بالسمك في الميه بالشكل ده، وانزل عليهم بمعلقه كبيره من ملح، وانزل عليهم بربع كوبايه خل، وانزل عليهم بنص معلقه كمون، وابتدي اعصر عليهم 2 ليمونه. وبعد كده ابتدي ان انا انزل بالليمونه بتاعتي بالشكل ده. نسيب السمك منقوع ساعه في المحلول. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبتدي نعمل الدقه بتاعتنا. اول حاجه ننزل بالفلفل، وننزل ب10 فصوص توم، ربع كوبايه خل، نص معلقه ملح، نص معلقه كمون بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نضربها بالهاند بلندر بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا نتبل السمك بتاعنا. اول حاجه بنعينه من محلول الملح، نشطفه كويس بالميه، وبعد كده بنبتدي ان احنا نتبله بالتتبيله ديت بالشكل ده. نخلص كميه السمك بتاعتنا بالشكل دوت بالتتبيله، وبعد كده نجهز الصلصه بتاعه السمك. معانا عصير طماطم، معانا فلفل مقطعينه مكعبات صغيره، ومعانا بصلايه مقطعينها مكعبات صغيره. ابتدي اخد السمك بعد ما اتبل بالشكل ده، ابتدي ان انا انزل على الدقيق، وابتدي ان انا اغلف السمك بالدقيق بالشكل ده. وبعد كده ابتدي ان انا اقلي السمك بالشكل ده. نجهز صلصه السمك. معايا صينيه انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وانزل عليهم بالبصله. اول ما البصله تبتدي ان هي تدبل معانا، ننزل عليها بمعلقه من دقه السمك اللي احنا عملناها مع بعض. وبعد كده ابتدي انزل عليهم بالفلفل اللي احنا مقطعينه مكعبات صغيره. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليهم بعصير الطماطم، انزل عليهم بالملح، انزل عليهم بنص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات لحمه، وانزل عليهم بنص معلقه كزبره ناشفه، ونقلبها كويس ونسيبها ان هي تتسبك معانا. كده خلاص احنا قلينا السمك. واول ما الصلصه اتسبكت معانا بالشكل ده، ابتدي ان انا ارص السمك في الصينيه بالشكل ده، وابتدي اوزع عليهم الصلصه بالشكل ده. بجد طريقه جميله جدا وسهله، وما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وطعمها جميل جدا. جربوها هتعجبكم جدا. وبعد كده ندخلها الفرن. بجد وصفه سهله وسريعه، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وطعمها جميل جدا. عملنا صينيه سمك بالصلصه في الفرن، وعملنا رز صياديه، وعملنا سلطه بلدي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.